الوزاره تلقات هذا النظام الاساسي وغاد هذا النظام الاساسي وغادا تبدا ربما تنزل. اذا حنا شنو خصنا نديرو؟ واش غادي نخليو هاد الحيله هادي تنطالي علينا؟ واش غدا غنقولوا صافي نوقفوا النضال، نوقفوا كذا، نرجعوا نخدموا صافي اللي عطا الله هو هذا؟ لو كان وزاره التربيه الوطنيه تتنجح بهذه الاساليب، انه فين ما تخرج شي قرار ونوضوا الناس يحتجوا او المعنيين او الاساتذه او غيرهم يحتجوا وتقوم بخطوه بحال هذه، وربما ما كايناش شي تنسيقيه ربما او شي فئه او نقابه او اي جهه تتحتج في الشارع، وراه نشحت شحال هذه. ولكن الاساتذه والاستاذات اللي خصنا نعرفوا اليوم راه ماشي اول ما هذا نظام اساسي صدرات بواحد الطريقه معينه بواحد السرعه، الاساتذه رفضوه، الان هي تقول دوزاتو في الجريده الرسميه، ولكن تنقول له هذه ماشي نهايه النضال، غادي نستمروا في النضال وغادي نطيحوا هذا النظام الاساسي وهذا المرسوم، وماشي اول مره تنطيحوا المراسيم. نعطيكم راه كاين عده تجارب سابقه اللي صدر مرسوم في الجريده الرسميه وطاح. باش مثال المرسوم ديال الاساتذه المتدربين 2016 كانوا مرسومين وصدروا في الجريده الرسميه وتفعلوا اكثر من هذا، ما كانوش غير المرسومين، حتى كانوا عدد المناصب صادرين في قانون الماليه. كان فقط وزاره التربيه الوطنيه عفوا الحكومه في قانون الماليه مخصصه فقط 7000 منصب للهيئه ديال الاساتذه. ولكن بالنضال اللي خاضوه الاساتذه انذاك، وطبعا كان نضال مرير وكذا، فتم فرض تعديل المرسوم وتم كذلك تعديل حتى قانون الماليه، حيث تم السماح بتوظيف تقريبا 10000 واحد قل واحد ل 150. اذا خصنا نوعاو بهذه الامور الاساتذه بالنضال. ورغم ان هذا المرسوم اللي سبق ديال ما يسمى بالمرسومين راه سبق بن كيران قال الا طاح شي واحد في شي مرسوم هذه الحكومه هذه تطيح. اذا خصنا نعرفوا راه ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه، هذا مرسوم صدر في الجريده الرسميه راه ما لم يعد قرانا منزلا وصافي ونمشيو نتكمشوا. اذا صافي نجحات، واش بنشر هذا المرسوم في الجريده الرسميه صافي نوقفوا ونمشيو بحالنا لانه ما بقالنا ما نديروا؟ بالعكس، اللي كان تيراهن على اسقاط هذا النظام الاساسي في اسبوع او اسبوعين نقول اسمح لي يا استاذ، او اللي كان تيراهن على اسقاط هذا المرسوم او طبعا هذا النظام الاساسي الصادر بمقتضى مرسوم بمحطه نضاليه او محطتين، نقول له اسمح لي راك غلط. ولو كانت وزاره التربيه الوطنيه او ربما هادشي اللي جعلها انها تمشي في هذا الاتجاه ديال الهروله نحو نشر هذا المرسوم في الجريده الرسميه، يعني ربما تعتقد بانه صافي الناس غادي تزرع في نفسهم الياس وكذا. لا الاخوان، هذا مرسوم وخاص النضال يكون عليه قوي، وخاص تكون وحده نضاليه حقيقيه. وإلا قلنا اضراب خاص يكون فعلا اضراب، خاص يكون فعلا يتغلقوا المؤسسات التعليميه. ولا قلنا مسيره في الرباط خاص فعلا تكون مسيره، خاص يحضروا حنا 240,000 مدرس اضافه الى اطر الدعم. خصنا الاخوان على الاقل تنزل واحد 100,000. شكون واقعيين؟ الا كنا فعلا تيهمنا جميع هذا النظام الاساسي بغينا نطيحوه، وتيهمنا جميع هذه المطالب اللي رافعينها، وتيهمنا جميع تحسين الوضعيه الاجتماعيه والماديه ديال هيئه تدريس اطر الدعم، وتيهمنا جميع اسقاط المهام الكثيره والعديده اللي تفرضات او توضعت على عاتق الاساتذه، وتيهمنا جميع كذلك انه نسقطوا هذيك العقوبات وتيهمنا جميع كذلك الا كانوا فعلا الطلبه والطالبات تيهمهم انهم يدخلوا للتعليم وضد التسقيف ديال السن في 30 سنه، وكذلك اطر الدعم والمشاكل اللي او هذا الاشحاف اللي صدر في حقهم في هذا النظام الاساسي الجديد.